اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ جه ميعادنا النهارده مع خرافه جديده ومعلومه مفيده. انتشرت فيديوهات كتير جدا الفتره اللي فاتت عن ازاي تنقي الزيت المستعمل بتاعك في البيت، ومش كده وبس، لا ده بيرجع لك كانه جديد، وده انك بتحط نشا على الزيت بطريقه معينه كده فبيرجع صافي كانه جديد جدا. الاهم من ده كمان العربيات اللي انتشرت جدا وهي اللي بتشتري الزيت المستعمل ب 20 او ب 25 جنيه الكيلو، وبيقولوا كمان انهم بيستخدموه في صنع الصابون والشمع وغيره، وللاسف ده ما بيحصلش، وللاسف كمان بيسبب لا قدر الله غسيل كلوي وانسداد في الشرايين ومشاكل صحيه كبيره جدا. يعني ده اخر كلام عندك؟ ومفيش غيره، مفيش امل؟ مفيش زفت. الزيت المستعمل اللي في بيتك لو عايز تبيعه وتبقى متاكد ان هم مش هيعيدوا استخدامه تاني، انك تحط عليه صودا كاويه، يعني 5 لتر زيت حط عليهم بس نص معلقه صودا كاويه كافيه جدا انها ما تخليش الزيت ده ينفع يستخدم تاني، ولا حتى الشركه تقدر انها تنقيه. من هنا بقى يقدروا يستخدموه في صنع الصابون وغيره من المنتجات. وكمان وزاره البيئه بالتعاون مع شركه صني قالت انها ممكن تبدل معاك 5 لتر من الزيت المستعمل بتاعك بازازه زيت صني لترين الا ربع. وكمان عملوا خط ساخن تقدر تتصل وتتاكد بنفسك 19 4 8 1. يبقى بكده انت عندك اكتر من طريقه تتخلص بيها من الزيت المستعمل وكمان تستفاد. وكمان خلي بالك في علامات مهمه جدا لو شفتها في ازازه الزيت بتاعك اعرف ان الزيت ده مغشوش، وطبعا ده زيت مستعمل قبل كده ولازم انك تتخلص منه. اول حاجه انك هتلاقي رواسب بني كده في اخر الازازه. كمان الزيت ده بمجرد ما بتحطه على النار بيطلع دخان كتير جدا مع انه لسه ما سخنش قوي. والاهم من ده كله ان الزيت بيبقى لازق كده وتقيل عن الزيت العادي. خلي بالك كمان ان الزيت اللي في الطاسه هنستخدمه مرتين بس، بعد كده الزيت بيبدا يتاكسد وبيبقى خطر جدا على الصحه. فاهم حاجه انك تحط الزيت في الطاسه على قد الاستخدام بتاعك، وكمان مهما كانت ازازه الزيت غاليه صحتك اغلى. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات وخرافات جايه كتيره، وسلام عليكم.